يا ضياء ضياء اطلع. في هذا الفقر الثقافي الأول والفريد من نوعه، والذي أتمنى أن يتكرر كل عام ليخرج أبناء اليمن أجمل ما فيه. الكتابة والرسم والغناء، هذه هي الثقافة التي أحلم بها لبلد الحبيب. نريد أجيالا ترفع صوت الموسيقى والشعر والرسم والإبداع عاليا. نريد أن تنتصر ثقافة الحياة على ثقافة الموت. الكراهية لا تذهب بالكراهية، والحرب لا تذهب بالحرب، والنار لا تطفأ بالنار. الحب يذهب الكراهية، والماء يطفئ النار، والسلام يخمد الحرب. لذا لابد علينا أن نعني ثقافة الحياة لننتصر على ثقافة الموت. نريد أن نترك القبيلة خلفنا، نريد أن ننسى البنادق ورائحة البارود وراءنا، ثم نمضي قدما نحو المدنية والإبداع والحياة. الحب يا أصدقاء، هذا الفيتامين الذي تعاني الشعوب العربية من نقص حاد منه. نحن شعوب لا تقبل القسمة إلا على الحروب والكراهية والعبودية والدماء. نحن شعوب تملك مناعة ضد الحب وضد السلام وضد الحياة. عقيمون فكريا، ليس لنا قدرة على تصدير الضوء لهذا العالم. لذا انتفضوا بالحب بالحياة. علموا أبنائكم أبجديات الحياة والعيش المشترك. علموهم كيف يكتبون، كيف يرسمون، كيف يحبون، كيف يبدعون، كيف يغنون. تماما كما قال الفجر في أحلى ما صدروه لهذا العالم من عبارات: ابقى مع الغناء، ابقى حيث الغناء، فالأشرار لا يغنون. دعونا نحاول أن نكون ولو لمرة واحدة طيبين وليسوا أشرارا. أصنعوا أجيالا مليئة بالإنسانية والإبداع والحب. ابدأوا هذا المشروع الكبير بأول خطوة، بأول أغنية تسمعونها مع من حولكم، بأول قصيدة تقرؤونها مع أبنائكم، بأول رواية أو قصة تشاركونها مع أصدقائكم. ابدأوا فقط، فالعتمة لا تختفي إلا حينما ينتشر الضوء في كل مكان. اقتلوا العتمة في دواخلكم أولا، ثم انشروا الضوء لهذا العالم يا أصدقاء. هذه هي رسالتي والتي أخذت مني وقتا، والذي كان بإمكاني أن أستغله لإلقاء قصيدة أخرى، ولكن ما زلت أملك قصيدتين لألقيها عليكم اليوم. اخترتها عشوائيا، كنت محتارا جدا أي قصيدة أختارها لكم. وقع اختياري على قصيدتين قبل أن ألقيهن عليكم. أردت أن أشكر أولئك الذين ابتسموا حين سمعوني لأول مرة. أردت أن أشكر أولئك الذين ضحكوا علي حينما سمعوني لأول مرة. أردت أن أشكر أولئك الذين ضحكوا معي، أولئك الذين غادروني عندما قرأت عليهم أولى القصائد، أولئك الذين بقوا واستمعوا لي بإنصات حينما قرأت عليهم أولى القصائد. أردت أن أشكر أولئك الذين ندموا على سماعي، وأولئك الذين لم يندموا بعد، وأولئك الذين يفكرون بالندم الآن.
نصيحة: لا تقرأوا لي، فأنا عالم من الحزن والفقد. أنا هذا، وأرجوكم لا تصفقوا لي، اسمعوني فقط وهذا يكفيني. القصيدة الأولى بعنوان عاشقة لا تكترث بالحرب، إهداء إلى المرأة اليزيدية نادية التي هربت من الموصل من أيدي داعش. قلت فيها: الحرب حول يديك قائمة، وأنت تشغلك الحكايات التي خبرتك عنها، وتمطرني عيونك أسئلة. ماذا أجيب ولعنة البارود تلحق ما تبقى من مسائك، ثم تقمص ما تواطأ من شعورك في وله. ماذا أجيبك يا حبيبة حين تسألني شفاه لونها فاق السؤال مراحلا، فمك المدور يا فؤادي كوكب ما أجمله. قولي سؤالك مرة أخرى، نسيت. قولي أحبك مرة أخرى، أذوب. قولي بكيت لتستفيق الأخيلة. ماذا يريد الحاملون بنادقا من وردة في الحب فارعة، وتحرسها الملائكة في سماء الله قبل العائلة؟ دق الدواعش بابنا، وفتحت باب البيت، صاح في وجهي بلفظ العاهرة، فبصقت في وجه البغيض، وكل شيء في شموخي قاتله. أنا أحبك لا تخافي، أنا أحبك لا تخافي حلوتي. من أنقذ الرجل الذي في الغار يوما في حراء قد ضل له. ماذا تريد قبائل الموت المخيف من الأغاني والقصائد والنساء؟ دعوا الحرائر في سلام يا عبيد. المرأة التهوى الغناء لن تكون القاتلة. حجر الشوارع يا حبيبي غاضب، وبيوتنا ونوافذ الغرف الصغيرة لا تمل من البكاء. والصمت فينا مشكلة. جمع السلاح صغاره كي يسكنوا في حينا. نادى الفناء رجاله كي يعبثوا في أرضنا. حشد الظلام قبائله، وأنا أصلي كل يوم كي تحالفني الحظوظ ببئر يوسف مرة. سأكون يوسف في يديك وأنت كل القافلة. هاك يدي حبيبتي، وضعي خدودك في يدي، ولتسمعيني إذا أقول: سبحان وجهك اصطفاه وفصله. كم ظل يرسمك الإله وينتقي من أجمل الأشياء أجملها، ليخلق في عيونك عالما ما أكمله. كم ظل يرسمك الإله وينتقي من أجمل الأشياء أجملها، ليخلق في عيونك عالما ما أكمله. أحببت قبلك 1000 أنثى عامدا متعمدا، فنسيت ما اقترفت يداي. أقسمت أنك في حياتي الأولى. أنا لا أخاف على المراكب والسفائن والبحار ما دمت أنت البوصلة. أنا لا أخاف على الفصول أو الحقول أو السماء، وأنت السنبلة. أنا مختار الآن أي قصيدة أخرى. هل هي القصيدة التي فزت فيها هذه المسابقة؟ قصيدة بعنوان لا تكبروا. هي إهداء للطفل كريم، الطفل الذي صرخ في وجه هذا العالم، قبر كل العالم خلفه وقال: لا تكبروني. كتبت له: لا تكبروا، لا تكبروا، فالأرض تحتاج الضحايا حين تبكي كي تفجر ما تبقى في البقايا من جنون أو بكاء. لا تكبروا، فالموت يخجل أن يمارس حقه الشرعي في قتل الصغار ولو أتاه الأمر من أعلى سماء. لا تكبروا، فالحب يفتقد البراءة في وجوه كبارنا، فلا تتركوه لحينا. ما كان هذا النور في أكواننا إلا لأنه الضياء. لا تكبروا، بل علقوه كآية جاءت من الفردوس غاضبة
ما زال يحبس دمعه في عينه. قالوا انطفى، لم ينطفئ، لكنه حزنا أضاء. لا تقبروه، ولتقبروا كل الجنائز بعده، ولتردموا كل المقابر خلفه. وجعل ينادي في جموع الصم يبحث عن دواء. لا تقبروه، ستشق من عينيه آلاف المواسم والفصول. لا تقبروه، ستحج حول يديه آلاف الحقول. لا تقبروه، قد صاح إني كالسناء. لا تقبروه، الأرض تحتاج الزنابق والملائكة والورود الحالمات. الأرض تفتقد الصغار، وصغارنا يا أرض حقا أنبياء. لا تقبروه، لا تقتلوني مرتين. كم شاعر سيموت بعد صراخه وبكائه ورحيمه. كم أدمع ستفر من كبد البقاء. لا تقبروه لتحنطوه أو تمثلوه، وليعشب الأطفال بعده في رحاب الأرض. انثروه على التراب ووزعوه على النساء. لا تقبروه، كم مرة سيصيح فينا باكيا، عيناه